بالنسبه ان انت بتقول ان في رموز بتدل على السحر في الرؤى والحاجات دي، واحنا اتكلمنا فيها دلوقتي، ما تعرضتش ان انت واحده بتيجي تقول لك ايه، يعني الناس البسطاء اللي قوي دول ايوه. بيبقوا بيتعلقوا بمعنى اصح في قشيه، يعني دي ايه اه زي الغريق اللي متعلق في طبعا قشيه، طبعا. تيجي لك واحده تقول لك طب عشان خاطري اشفيني، طب لا عشان اله الا خاطري، يعني الله. انت فاهم طبعا فيها الناس يعني. البسيطه دي اللي اكيد قوي. اكيد ما طبعا. تعرضتش لموقف كتير، زي لا ده؟ كتير طبعا، لان احنا بص يا استاذه بشرى، علم الرؤى يعني زي ما بقول لك له علاقه وثيقه جدا بالايه، بموضوع الحسد والسحر، فاكيد هنتعرض للكلام ده. انا بفسر مثلا رؤيه فاتضح ان فيها ايه، حسد او سحر، حسد طب أو اعمل ايه سحر. يا استاذنا؟ يعني ايه الحل؟ طبعا الشفاء، مفيش حد يا جماعه الشفاء بيد مين؟ واذا مرضت فهو فهو يشفين، يشفين. الشفاء بيد اوعى ربنا في الاول وفي تعتقد، الاخر. اوعى تعتقد باي حد، طبعا هي اسباب، انا بقول لك روح للدكتور. وبعدين ربنا بيقول دايما انا عند ظن عبدي عبدي بي بي، ونعم بالله. ظنيت في طبعا ربنا الخير طبعا بلاقيه، طبعا ظنيت في طبعا ربنا طبعا. وطبعا احنا يعني ظننا في الله دايما الخير. كان في حاجه سبحان الله يعني غريبه، كان حد كلمني برضه في جروب كده انا عامله تفسير رؤى، فبتقول لي يا استاذ صبحي ده انا شفت في رؤيه غريبه، يعني غالبا سبحان الله مسحور بيشوف حاجات علامات وممكن يعرف طريق سحره ومكانه، مكان السحر كمان. بتقول لي شفت قرد على شجره، غالبا القرد في الرؤيه له علاقه بالايه، بالاسحار. فبتقول لي وشفت ان هو بيديني ورقه يا استاذ صبحي، فانا رفضت الورقه، فاصر ان انا ايه، اخد منه الورقه، وفعلا خدتها وحطيتها تحت الانتريه في بيت والدتي. هي بتحكي الرؤيه، فقلت لها البيت ده انت قاعده فيه؟ قالت لا ده احنا مش قاعدين فيه دلوقتي. قلت لها طب روحي. قلت لها اولا طبعا لازم يعني الرؤيه، خلي بالكم يا جماعه، الرمز ده ممكن يتفسر لواحد بتفسير، واحد تاني بتفسير، كنت لسه اسالك في حاجه زي كده. اه يعني ممكن انا شايفه رؤيه خير تتفسر لي على حسب حياتي وطبيعه بيتي وطبيعه طبعا مشكلتي بس اكمل بس بتفسير تاني غير التفسير بتاع اكمل بس الاخر. طبعا اكمل بس النقطه ديت. اتفضل. فبتقول يا استاذ صبحي خدت فعلا الورقه من هذا القرد وحطيتها تحت، انا اللي حطيتها تحت الايه، تحت الانتر. قلت لها طب انت بتعاني من سؤال؟ ده انا تعبانه بقالي فتره كبيره وبعاني فعلا من اسحار وبتابع رقيه. قلت لها طب روحي. طبعا احنا في السنه سبحان الله حاجتين يعالجوا الانسان بسرعه من السحر، اللي هو ايه، اول حاجه استخراج السحر، وطبعا ده ايه، يا اما عن طريق رؤيه، يا اما طبعا حاجه بقى يعني هتعرف مكان السحر ده منين، غالبا بقى عن طريق رؤيه، يا اما انت تتبع الرقيه والاغتسال بماء وورق سدر كده. طب هي لما شافت القرد كده قال لها ان انت مسحوره؟ القرد كده اتعرفت ان هي مسحوره. احنا بنعرف من الرموز، احنا بنعرف من الرموز، احنا ما بنعرفش طبعا مثلا بنقرا الكهف ولا نفهم الكلام ده، دي رموز ومذكوره في القران الكريم وعلم، ولسه هنوضح ازاي سيدنا يوسف برضه علمنا العلم ده في حاجه مهمه جدا. تمام كده. راحت فعلا، قلت لها طب روحي دوري في المكان اللي انت حطيتي فيه الورقه. راحت فعلا لبيت والدتها، دورت في نفس الانتريه او نفس المكان، والله في نفس اليوم بعتت لي ورق عليه اسحار معمول لها، نجوم بقى ومش عارف ايه. قالت يا استاذ صبحي ده انا فعلا لقيت في نفس المكان اللي انا شفته اللي هو في الرؤيه، المهجور اللي هي شافته اللي هي الصاله في البيت والدتها، وفعلا طلعت ورق معمول بايه، معمول بسحر ليها. وكأن ربنا كان عايز ان الله هي ينور تشفى عليك. من الله هذا ينور عليك يا استاذه بشرى، المرض، دي الكلمه اللي انا فبعت بعتها لها رساله في رؤيه، ويمكن وده حصل للنبي. وده حصل ده حصل لسيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام، عليه افضل ده الصلاه حصل لسيدنا النبي. وده نادرا يا شيخنا، بص لما بنلاقيه مع الناس اللي بينهم وبين ربنا عمار. يعني طبعا يعني بيبقى ممكن كثره الدعاء، مريض وبيطلب من ربنا كتير يا رب انا ودايما في ناس بتدعي طبعا بس جواها مش ابيض. يعني فأهم حاجة على نياتكم ترزقون، الإخلاص في النية. طبعا فأنا مؤمنة بكده. جاني على سؤال على إيميل البرنامج سؤال بيقول حلمت لحماتي حلم، أنا عرفت بعد كده إن هو رؤية، والحلم ده كان مش مريح وتفسيره ما كانش قد كده. لما سألت شيخ، يعني هي بتقول إن هي لما سألت شيخ فسر لها الحلم، فلقت إن تفسير الحلم مش قد كده. قال لي ان دي، فالشيخ قال لي ان دي رؤيه، والتفسير في ان الست دي عملت ذنب، اللي انت حلمتي ليها الايه، اللي هي حماتها، ان هي عامله ذنب وهي ماشيه في سكه، والسكه دي هي مش هتكمل. ماشي. وصاحب الرؤيه ده لازم تقولي له، يعني الشيخ قال لها ان صاحب الرؤيه ده لازم تعرفيه عشان يكفر عن الايه، عشان يرجع عن الذنب اللي هو اللي هو فيه. لا، بتقول لما عرفت تفسير الرؤية خفت أقول لحماتي، حكيت لجوزي فقال لي أنت لأنك مفيش عمار بينك وبين والدتي فطبيعي لازم هتحلمي ليها الأحلام اللي مش حلوة. وكان تفسير وبالفعل بعدها بشهرين تفسير الرؤية وقع زي ما الشيخ قال لي. هل أنا كده أخطأت بعدم إني أقول لها؟
مع الأخذ في الاعتبار إن عدم إخباري لها عشان ما أعملش مشكلة بينها وبيني وبينها، لأنها شديدة جدا في تعاملها معايا. بتخاف منك. فأفيدوني. يعني هي لما حكت لجوزها الرؤية، وإن الشيخ فسر لها الرؤية كذا 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 كذا، وقال إن صاحبة الرؤية دي عليها ذنب، والمشوار اللي هي رايحة فيه مش هيتم إلا إذا كفرت عن الذنب ده. بالفعل المشوار اللي هي كانت رايحه فيه ده ما تمش. فجوزها يعني استهون بالموضوع وقال لها ايه، انت لانك انت ما فيش اعمار بينك وبين ماما، فطبيعي انت مش هتحلمي لها الا الاحلام اللي ايه اللي مش كويس. فده حلم مش رؤيه. فهي بتقول انا لما بتقول فعلا بعدها بشهرين الرؤيه وقعت كما انا ايه حلمتها، وزي ما الشيخ ايه فسرها لي، وفعلا ما راحتش المشوار ده. انا كده غلطت ولا هي؟ طبعا هو الرؤية سبحان الله يعني في البداية واضح ان هي رؤية ايه؟ تحذيرية. رؤية تحذيرية، والرؤية التحذيرية ديت يعني سبحان الله الانسان ربنا سبحانه وتعالى بيرسلها للانسان عشان ايه؟ فعلا يتوقف. يعني هي حتى اللي بتقول، هي بتذكر التفاصيل ان هي كان في حاجة معينة لو وقفت عنها الامور كانت ممكن ايه؟ تتم. ما هي بتقول يعني انا كده لان الست دي عليها ذنب كده. لما الشيخ قال لها في ذنب الست دي لازم تكفر عنه. أيوة. عشان تروح المكان ده. وهنا يا جماعه برضو بننصح، يعني شوف سبحان الله هي برضو قلقت ان هي تقول لحماتها عشان ايه؟ عشان ما تعملش مشكله بينها وبينها، لان في مشكله. اصلا في مشكله في الاصل. فاحنا برضو بننبه ان ايه؟ لازم يكون في يعني تحسين علاقات بين الطرفين. يعني شوف سبحان الله بسبب العلاقه مش كويسه هي خافت طبعا تقول لها الرؤيه، وعشان كده الرؤيه ايه؟ الرؤيه اتحققت. هل كان ممكن فعلا ان الرؤيه تترد؟ طبعا. يعني كان ممكن فعلا ان هي لو العلاقه كويسه وقالت لها وبينها ومش عارف ايه ودعت ربنا وطلعت صدقه، كان ممكن الامور تمشي وربنا سبحانه وتعالى ييسر. معايا فاطمه، اتفضلي. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. الو.